السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وشاكم البنات خياتي أمهاتي، إن شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير يا رب العالمين. اليوم جبت لكم وجبة أو طبق يعني غير بالخضرة وفيها القرعة. الناس اللي ما تحبش القرعة راح تاكلها في هذا الطبق. داي صغاري ما يحبوهاش راح ياكلوها. علاش؟ باسكو فيها معاها لي فخيت البطاطا المقليه، ونعرفوا داي صغار وين يكونوا وين تكون البطاطا المقليه راهم تما. المهم اش حبيت نقول لكم، هاد الوصفه سهله اقتصاديه بدون لحوم. نسميوها سلاكه الحاصلين. عندك زوج حبيبات بطاطا، زوج حبيبات قرعه، يعني راح تفي بالغرض. واهم من هذا بزاف بنينه. واش عندنا حبيبات قرعه، ثلاثة حبيبات ربعة غير ديرو. بس علاش القرعة نحن نقليوها وغير نقليوها يعني تذبال، يعني الكمية تاعها راح تتقلص، راح تصغار، يعني ما بين 3 حبات 4 حبات. واهم حاجة في القرعة البنات، علاش ما يحبوهاش يعني باش تضمنوا بلي ياكلوها لكم، انه تكون القرعه تاعكم جديده. بيسك غير تكون القرعه عندها بزاف وهي في الفريجيدير ولا شويه قديمه ولا بدات تذبل ولا فما لي الكوت تاعها يتبدل والطعم تاعها يتبدل، سي بوغ سا ما يحبوهاش، تولي رايحه بمروره. يعني كي تكون القرعه جديده هكذاك تترتق تكون حلوه وتكون بنينه. وحاجه ثانيه في القليان تاعها البنات ما تخلوهاش حتى تولي، يعني حتى تولي حمراء بزاف. القرعه ما فيها والو، غير يعني نذبلوها يعني بفي تذبله. كنت تشوفوا في اللون تاعها عطوها اللون الذهبي، يعني كما قلت لكم غير تقليوها بزياده تولي حمراء بزياده، ثم ثاني وين تعطي المراره. يعني اعرفوا هاد المراحل. اللي ما يحبش القرعه يولي يحبها. القرعه تكون جديده وكي تقليوها ما تقليوهاش حتى تحمروها بزاف. هذه هي قلت لكم كميه تاع القرعه تكون معتبره، ما تقطعوهاش بزاف رقيقه حتى تنحرق لكم، خليوها شويه شويه وسط. هنايا كنت تشوفوا درت زوج مقلات نتاع، يعني زوج مرات قليت تاع القرعه. كي تقليوها البنات حطوها بجهه، واني دايره في المقله الاخرى مقيله بطاطا. هذه هي. قلت لكم هذا الطبق بزاف اقتصادي ويعني بزاف بنين. نتبعوا المراحل تاعها معانا. هذه هي. هنا شوفوا لونها كيفاش تقلى، كما قلت لكم تخلوهاش حتى تنحرق. واش نسحقوا تاني في هذه الوصفه؟ نسحقوا طوماطيش. عندنا طوماطيش تاني حتى 3 حبات يكونوا ملاح متوسطين ملاح. عندنا 3 ولا 4 سنين تاع الثوم. طوماطيش ضروري تنحوا لها القشره. كي نحيت هذيك القرعه رحت درت هذيك الطوماطيش تتقلى، يعني على نار متوسطه نروح ندبلوها. قلت لكم كميه طوماطيش 3 حبيبات، تقدروا تروحوا حتى 4 حبات، يعني هي راح تزيد لنا في الطعم. هنايا الزعيتره انا عارفه تمدقوا بزاف شباب، يعني سواء هكذا في لاصوص هذه تاع الطوماطيش هذه ولا يعني وين نحطوها تتوالم. درت الفلفل الكحل والملح. الزعيتره هادو هما اللي درتهم البنات، 3 سنينات ولا 4 تاع الثوم. وانا نقليو في هذيك الطوماطيش. هنا درت مغرفه تاع هريسه الفلفل الحلو اللي اذا كاينه متواجده، اذا ما كاش تقدري ديري 4 مغارفه عكري ولا 4 مغارفه طوماطيش مصبره. هذه هي. هنا 4 فنيجل تاع الماء ولا نص فنيجل تاع الماء. كي بدات تذبل الطوماطيش نقصت للنار وزدت لها هذيك 4 فنيجل ولا نص فنيجل تاع الماء. قلت لكم ما عندكمش فلفل الحلو تاع الدار، هريسه الفلفل الحلو تقدروا ديروا 4 مغرفه طوماطيش مصبره. ما تنساوش هذيك الرشه تاع الزعتر البنات راح تعمل فرق. هنا غير دبلتي شويه ديك الطوماطيش نروح نرمي عليها ديك القرعه تتشرب هذيك من هذيك لاصوص. اكو تشوفوا انا كميه القرعه اللي درتها وهذا واش، يعني كما قلت لكم تذبال القرعه. هذه هي. نروح نحطها على هذيك لاصوص خليها كما احنا نقولوا تشرب شويه من ديك لاصوص، نحركوها معاها ونخليوها. وكنت قلت لكم راني قليت شويه بطاطا مقيله بطاطا البنات. هذه الوصفه بزاف توالم لي، يعني كي حيره واش ديري ما عندكيش بزاف خضره في الدار، زوج حبيبات بطاطا مع زوج حبيبات ولا 3 تاع القرعه، حبيبه طوماطيش، وانت كي درتي طبق عائلي. هنا هذيك البطاطا انا قطعتها مربعات هكذا ونروح نحطوها من الفوق فوق هذيك القرعه وهذيك الطوماطيش. راهي على نار قليله تكتك البنات، يعني صدقا راح كل مره يقولوا لكم ديروا لنا هذا الطبق. واذا كانت عندك بطاطا تاع الزيت ولا تاع الطوماطيش اكيد ديريها. عندك طرف البقايا تاع الدجاج يعني بقى لك طرف ولا فتتيه وديريه، يعني
راهي متعددة الاختيارات. ديريها هكذا وحدها وتجي بزاف بزاف بنينة. هنا خليتها شوية تكتك على هذيك النار، ونروح نجيب نفقس عليها البيض. يعني كل بلاصة ندير فيها حبة عظمة، ولا تقدروا تضربوه وتفرغوه يعني هذه حاجة اختيارية. هكذا هنا حندير رشة خفيفة تاع الفرماج، كما قلت لكم ديروا الفرماج، ديروا عندك الطون ديريه، يعني كما قلت لكم راهي الخيارات متعددة. المهم حتى ولو درتيها كيما انا درتها هكذا بنتها بنه، يعني صدقيني والقرعه هذيك رايحين ياكلوها لك. كما قلت لكم الدراري وين تكون بطاطا مقليه كاينه يعني اكيد ياكلوا. هنا رحت فقست هذوك الحبات تاع العظمات كامل، وسريعه البنات يعني تنجزيها في وقت وجيز. وشوفوا ما شاء الله، يعني شويه طوماطي شويه بطاطا تحصلي على ما شاء الله طبق، يعني نقدر نقول عليه عائلي. هنايا راني منقصت لها النار ثواني هكذا وتكون واجده معانا. شوفوا البنات تجي بنينه حسل، يعني صدقا يعني تسلك الحاصلين تسلك الخدامات، يعني بزاف بنينه. جربوها اكيد راح تعجب عائلتكم. هذه هي البنات، ان شاء الله تسيوها، ان شاء الله تجربوها، ان شاء الله اللي تكون عندها حيرة تسلكها. ونقول لكم البنات استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفي امان الله.